خطوة جديدة ودعوة صريحة للحوار وحل الخلافات. الملك المغربي محمد السادس قال إن الرباط مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين مثل ما قال. كما دعا الملك إلى فتح الحدود بين البلدين وتطبيع العلاقات بينهما. فقد قاومنا الاستعمار معا لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا، وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة. كما ندرك أن مصالح شعوبنا هي في الوحدة والتكامل والاندماج دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا، غير أنه يجب أن نكون واقعيين وأن نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول. ويشهد الله أنني طالبت منذ توليت العرش بصدق وحسن نية بفتح الحدود بين البلدين وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية. أما الجزائر فلم تصدر بعد رد فعل رسميا على هذه الدعوة المغربية لحل القضايا وتطبيع العلاقات وفتح الحدود المغلقة بين الجارين منذ نحو ربع قرن. لم يصل صدى خطاب ملك المغرب إلى الجزائر، أو هكذا يبدو، ما دامت السلطات الجزائرية لم تتفاعل إلى اللحظة مع انفتاح قال عنه محمد السادس إنه يهدف إلى تجاوز حالة الجمود في العلاقات، جمود العلاقات التي لم تذبها حرارة أحضان وزيري خارجية البلدين في آخر لقاء لهما بمناسبة اجتماع دول 5+5 بالعاصمة الجزائرية شهر كانون الثاني يناير الماضي. خطاب الملك إذن جاء مخالفا للتوقعات، وهو الذي ألف الجانب الجزائري أن يتلقى منه اتهامات بعرقلة فرص التطبيع في كل خطاب يلقيه بمناسبة ما تعرف في المغرب بالمسيرة الخضراء. الوقت مبكر لأنه عودتنا السياسة الجزائرية أن لا ترد، أن لا تكون متسرعة في الرد، لكن الرد سيكون اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد شهر، لكنه سيكون. لكن الخطوات العملية أظن أنه مبكر للحديث عنها، لكنها ستكون خاصة في الإطار الإنساني. صار الملك يريد آلية مشتركة للحوار والتشاور، ويأمل في تجاوب جزائري ينهي سنوات من القطيعة. آلية يأمل العاهل المغربي أن تتوج بفتح حدود البلدين، وهي المغلقة منذ العام 94 بعد أسابيع فقط من افتتاح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا، الغاية منه تطوير المبادلات التجارية بين البلدين المغاربيين. أما أي تطبيع بين الجزائر والرباط يبقى معلقا وفق مراقبين بمسألة الصحراء المتنازع عليها. معنا هنا في الاستوديو أيوب الريمي الإعلامي والكاتب الصحفي المغربي، ومن الجزائر معنا محمد باشوش الكاتب والمحلل السياسي. سيد أيوب، ما أسباب هذه الدعوة المغربية الملكية الصريحة جدا؟ صحيح، هو يعني الخطاب الملكي كان واضحا جدا هذه المرة بالدعوة إلى حوار بدون شروط مسبقة، يعني أن يد المغرب صارت مفتوحة، والآن نتحدث عن موقف رسمي ليس تلميحات. هذا الخطاب سبقته العديد من إعلان عن حسن نوايا سواء من الجانب الجزائري وكذلك من الجانب المغربي. مثلا نتذكر أن الجزائر قالت أول دولة عربية كانت قد دعمت ملف ترشح المغرب لكأس العالم وقامت ببذل مجهود في هذا الباب، وكذلك أعلنت عن نيتها تقديم ربما ملف مشترك مع المغرب. هذا من جهة. من جهة المغرب أيضا كانت هناك العديد من الإشارات، أولها كان سابقا بإعلان أحادي الجانب عن فتح الحدود. الملك تحدث في خطابه على أنه تحدث إلى القادة الجزائريين مباشرة وأعلن على رغبته في فتح الحدود، وبالتالي فكل هذا كان حسن نوايا. الآن ننتقل إلى التصريح المباشر من أعلى سلطة في المغرب بضرورة فتح الحدود. الخطاب كان واقعيا جدا. أولا ذكر بالجانب التاريخي بأنه كان هناك مصير مشترك في محاربة الاستعمار، وبأنه كان هناك اتفاق في دعم المقاومة الجزائرية من قبل المغرب. الشق الاقتصادي ذكر بأن هناك خسائر اقتصادية كبيرة تعد بعشرات الملايين الدولار التي تضيع على البلدين من هذا الإغلاق الحدود الذي يعتبر غير مبرر. المسألة الثانية التي تحدث عنها وهي سياسية، تحديات الإرهابية، تحديات الإرهاب، كل هذا الضغط الأمني
يجب التعامل معه بين الجانبين. نلاحظ أنه خلال الأشهر الماضية كان آخر تصريح تصعيدي من طرف وزير الخارجية الجزائري يعود إلى أشهر. منذ تلك الفترة لم نعد نسمع عن تصريحات تصعيدية، وتوقفت الحملات الدعائية بين البلدين حتى. نعم باشوش، في الجزائر يعني خطاب وصف بالإيجابي جدا من ملك المغرب تجاه الجزائر، لم نسمع ردا بعد من الجزائر، لماذا؟ مساء الخير لك ولضيفك جارنا العزيز. أولا خطاب الملك أكيد مضمونه يثمن أي تصريح، كوننا ننتمي إلى هذه المنطقة، كوننا شعوب ولسنا أنظمة، أي تصريح يدفع إلى تقارب الشعوب، إلى تقارب البلدين، فهو مرحب به. لكن البحث عن رد سريع بعد تصريح إعلامي لملك المغرب قد يكون شيء متسرع نوعا ما، لأنه يجب على الأقل على الجانب المغربي أن يصحب هذا التصريح الإعلامي بالتواصل مع السلطات الجزائرية عبر قنوات رسمية. المسؤولون المغاربة مرحب بهم في أي وقت في الجزائر، وبالتالي يمكن من أجل ربما إظهار جدية أكبر والخروج من دائرة التصريح إلى دائرة الفعل، نتمنى أن يتم استعمال القنوات الدبلوماسية. طيب لماذا لم ترد الجزائر بعد السيد محمد باشوش؟ هل صمت الجزائر بعد نحو 24 ساعة على الخطاب الملكي المغربي يعكس أنها شعرت بالمفاجأة مثلا، مستغربة من هذه المبادرة المغربية؟ أولا القول بأن هناك صمت مدة 24 ساعة، الحمد لله نحن لسنا في حالة حرب حتى تكون الردود سريعة وتكون الردود ربما بالوقت العاجل مباشرة بعد التصريح. الوضع بين شعبي البلدين هو وضع ممتاز جدا. الوضع على مستوى الأنظمة يحتاج إلى حلحلة. خطاب الملك قبل أسابيع كان عندما يتذكر أو عندما يتطرق إلى ملف الصحراء الغربية ويذكر الجزائر كانت تصريحاته متشنجة فيها أسلوب هجومي. في آخر تصريح أمس كان تصريحا هادئا، تصريحا يدعو إلى الحوار، يدعو إلى لجنة يحدد مستوى التمثيل، وبالتالي المبادرة أكيد هي مبادرة إيجابية. الرد الجزائري في تقديري لا يمكن اعتباره متأخرا. قلت نحن لسنا في حالة حرب، ربما تحتاج الجزائر إلى الشروع في التواصل عن طريق القنوات الدبلوماسية حتى لا يكون الأمر مجرد فقاعة إعلامية قد تسقط أو قد تنفجر بتصريح متشدد من أحد الطرفين بعد أيام. نعم، هذا كلام مهم. أيوب، فعلا لماذا اختار ملك المغرب أن يقدم هذه المبادرة إعلاميا؟ لماذا لم يقع تواصل بين البلدين عبر قنوات دبلوماسية؟ هو ليس إعلاميا. أولا الخطاب جاء في الذكرى المسيرة الخضراء، وهي ذكرى مهمة بالنسبة للمغرب. الخطب الملكية دستوريا تعتبر وثيقة سياسية وإعلان رسمي، وبالتالي فهي ليست خرجة إعلامية أو حوار صحفي يعلن فيه الملك عن موقف، ولكن هذا موقف رسمي على اعتبار أنه في الدستور الملك هو الذي يضع السياسات الخارجية للبلاد، وبالتالي فنحن أمام موقف رسمي وليس موقف إعلامي. هذا من جهة. من جهة ثانية يجب أن نتذكر بأن الأمم المتحدة دعت إلى مفاوضات بين جميع الأطراف فيما يتعلق بنزاع الصحراء، والجزائر لأول مرة تقبل بأن تكون طرفا في هذه المفاوضات، وكذلك المغرب، والجميع يبدو أنه سيوافق إلى التوجه إلى هذه المفاوضات بدون شروط. عاهل المغرب كان عمليا حتى في الخطاب عندما دعا إلى آلية من أجل أجرأت وحل جميع آلية ثنائية نعم. ولم يتحدث عن نزاع الصحراء، وهذا نعم. كان دائما العقبة الكبرى في وجه الحوار بين البلدين. إذا ما استثنينا هذا المشكل أعتقد بأنه يمكن حل العديد من المشاكل. نعم. محمد باشوش، بالفعل الجزائر كانت دائما تطالب بتحييد قضية الصحراء الغربية عن ملف العلاقات بين البلدين، وكما ذكر أيوب هنا في الاستوديو الملك لم يأتي على ذكر موضوع الصحراء. أيضا ربما مؤشر إيجابي جديد يدفع الجزائر إلى التعامل بإيجابية ربما على ردا على هذه الخطوة. أولا فيما يخص قضية الصحراء الغربية، الجزائر لا تدعو إلى جعلها على الحياد، وإنما موقف الجزائر واضح.
بأن القضية يتم حلها وفق قواعد أو وفق ما تم تقريره في عبر قنوات الأمم المتحدة. وبالتالي موقف الجزائر في هذا الموضوع واضح جدا. ربما يكون جزء من تصريح الملك ينحو هذا النحو. قد أعتقد أنه إذا اعتبرنا، دعنا نكون متفائلين، لأنه في النهاية قلت لا يوجد أي مشكل بين الشعبين، هي مشكل بين الأنظمة. دعنا نكون متفائلين ونقول أنه ربما الجزائر والمغرب في النهاية سيتفقان على إدارة الأزمة الموجودة بين البلدين بعيدا عن قضية الصحراء الغربية، إذا كانت المغرب توافق على أن القضية لن تكون محل مساومة في لجنة الحوار، وكذلك الحل سيكون حل وفق نصوص ومواثيق الأمم المتحدة. لكن دعني أقول لك، نحن كمحللين كأبناء شعوب المنطقة، دعنا نفكر في خطوة جديدة أخرى. أتمنى سواء كان الرد إيجابي أو تأخر الرد الجزائري، أتمنى أن نبتعد عن التحليل الذي ربما يكون فيه شيء من القطرية الغالبة. دعنا نتكلم بمنطق المغرب العربي، بمنطق الوحدة. دعنا نثمن أي شيء إيجابي ونقول أنه ربما تأخر الرد أو الرد بوسائل يعني على ذكر الوحدة سيد باشوش، على ذكر الوحدة، الملك المغربي قال حرفيا: مصالح شعوبنا هي في الوحدة والتكامل والاندماج دون الحاجة لطرف ثالث التدخل أو الوساطة بيننا. صورة مثالية أيوب. صحيح، وهو حتى ذكر بأن الآباء المؤسسين للوحدة الذين واجهوا الاستعمار أبدا لن يكونوا راضين عن هذا الوضع الحالي. وبالتالي كما ذكرت أن خطاب الملك كان عاقلا وكان هادئا جدا ومد اليد. الآن اليد مفتوحة والرباط الآن أعتقد بأنها تنتظر بأن ترد الجزائر التحية بأحسن منها. ستنتظر طويلا؟ أعتقد بأنها ستنتظر طويلا. شكرا لك أيوب الريمي، الإعلامي والكاتب الصحفي المغربي، وأشكر من الجزائر محمد باشوش الكاتب والمحلل السياسي.